وريني بقى كده يا ابني تشكيل النادي الاهلي امام سيراميكا كليوباترا وخطه عماد النحاس مخبلنا ايه، وربنا يستر على الماتش. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. في حراسه المرمى محمد الشناوي يعني، وربنا يسترها ويكون مركز الماتش ده ما يغلطش غلطه كده ولا كده. قدامه الحمد لله على السلامه عوده ياسر ابراهيم وياسين مرعي، الحمد لله الاثنين خفوا وراجعين من الاصابه، واتمنى اشوفهم بقى هما الاثنين على الاقل يظبطوا خط دفاع شويه. محمد هاني باك يمين، بصراحه محمد هاني اخر ماتشين كان متالق للامانه، حتى الماتشات بتاعت المنتخب كان في افضل حالاته. نيجي بقى للباك الشمال، للاسف مفيش غير كوكا، بس انا عندي اقتراح. هل ممكن نلعب عمر كمال عبد الواحد باك شمال؟ هل ممكن نلعب مصطفى العش باك شمال؟ هل ممكن عماد النحاس نفسه يلعب باك شمال مكان كوكا؟ اكيد هيبقى افضل من كوكا نفسه بصراحه. تعال بقى في نص الملعب، طبعا انت عارف ان في غيابات زيزو وامام عاشور، عشان كده هنلعب بثلاثي في نص الملعب، وهو مروان عطيه، جنبيه اليو ديانج، وقدامهم بن رمضان. مع ان انا مش بحب بن رمضان يلعب في المركز ده قوي، بس انا متاكد يعني هيأدي، لان اللي قاعدين على البره زي قفشه بينزلوا الملعب يضحكوا، مش واعيين بالكارثه اللي احنا فيها. تمام. هنلعب بقى بثلاثي هجومي، بن شرقي اساسي، بن شرقي اساسي. تمام. تعالى بقى للناحيه الثانيه عشان الناس تتخانق معايا، انا عايز تريزيجيه يقعد دكه، وحسين الشحات هو اللي يبتدي اساسي، واللي عايز يعاركني يعاركني، معلش بقى تريزيجيه لازم يقعد شويه على الدكه ويدوق مراره دكه النادي الاهلي، وندي فرصه لحسين الشحات اللي عايز يثبت نفسه ومش عايز يقعد دكه على النادي الاهلي. اما بقى في خط الهجوم، طبعا المخيف اللطيف الشريف محمد شريف، يعني ربنا يستر بس ويبقى شرب. وعايز اقول لك يا شريف، ما تتفزلكش وتلعب بشمالك، العب بيمينك يا عم، احنا عارفين انت بتلعب برجليك الاثنين. اكتبوا لي بقى انتوا رايكم في التشكيل، وتوقعوا نتيجه مباراه الاهلي والسيراميكا، وصاحب التوقع الصحيح هطلعه معايا الفيديو الجاي. يلا اكتبوا لي بسرعه.